السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الهنا على احلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. النهارده بقى هنعمل مع بعض تنظيف المنبار. تنظيف المنبار، الناس بقى اللي تقول لا المنبار ده تنظيفه صعب ولا ما بحبش اعمله، خصوصا المنبار الضاني بيبقى متعب شوية. لا متعب ولا حاجة، انا هعمل معاكم طريقتين اسهل من بعض، هيخليكي مهما يكون عندك كمية من المنبار ان شاء الله هيبقى سهل عليكي ومش هيبقى صعب خالص. حتى لو اول مره تعمليه هيبقى سهل جدا. اول حاجه بتمسكي كده طرف المنبار، بتبداي ان انت تقلبي كده حته صغيره كده، وهنبدا بقى ان احنا نقلب الباقي كله تحت الميه. تحطي كده تحت الحنفيه والحته اللي انت قلبتيها، وتبداي بقى ان انت تعملي كده زي ما انت شايفه كده. الطريقه ديت سهله جدا. ده منبار ضاني، يعني بصي منبار الضاني وبيعمل بسهوله ازاي، ما بالك بقى المنبار العادي. بالطريقه دي بتبقى سهله جدا واكبر كميه عندك بتعمليها في ثواني، بتاخدش معاكي وقت خالص. انا بعمله كده بيبقى يعني بيبقى ما بقصش منه، لا بعمله زي ما هو كده، وبحشيه برضو زي ما هو كده، ما بقصش ما بخلوش حتت صغيره عشان ما يتعبنيش ولا في التنظيف ولا يتعبني في الحشو. تبقى طريقته كده سهله مش صعب خالص زي ما انتوا شايفين كده. انا قلبت حته صغيره خالص، وبعد كده عملته تحت الحنفيه كده، اتقلب معايا بسهوله. بيبقى معايا بقى سكينه، لو السكينه حاميه قوي بتعملي بظهر السكينه، عشان زي ما انتوا عارفين ان المنبار الضاني يعني بيبقى برضو ما بيبقاش زي التاني، بيبقى سمكه رفيع شويه فبيتهري معانا. فبالراحه كده وانتي بتنضفيه. ده بالنسبه للناس اللي بتنضف المنبار الضاني، يعني لو اللي هو لقيتيه يستاهل ان هو يتقلب. لكن في منبار ضاني بيبقى رفيع جدا فما ينفعش ان هو يتقلب. هعمل معاكي الطريقه التانية لو ما قلبتهوش برضو هتنضفيه ازاي. فانا مدياك الطريقتين. الطريقه ديت طبعا تنفع للمنبار العادي. المنبار العادي طبعا تبقى سهله جدا جدا بالنسبه للمنبار العادي. لكن لو المنبار الضاني عاوزه ان انت تقلبيه برضو بتقلبيه بالطريقه ديت. زي ما انتوا عارفين المبار التاني بيتقلب مرتين، يعني بنقلبه مرة ننضفه، بنرجع نقلبه تاني، وبنبدأ بقى نغسله بملح وكمون كده وملح، مبقاش فيه اي ريحة زفرة خالص. لكن المنبار الضاني لو انت حابة ان انت تقلبيه وحاسة ان هو يستاهل ان هو يتقلب مش رفيع قوي، فاحنا بنقلبه مرة واحدة وبس. تقلبيه يعني زي ما انت شفتي كده، تبدأي تغسليه وخلاص كده ما بيتقلبش تاني. احنا بنقلب الممبار اللي هو التاني الكبير عشان بيبقى فيه دهنة، نبدأ نقلبه تاني. فزي ما انت شايفة كده انا عملت معاكم كده واحد تاني زي ما انتوا شايفين كده. قلبته كده حتة صغيرة كده بايدي، وبدأت ان احطه تحت المية، بتقلب بسهولة. وتنظيفه برضو سهل كده زي ما انتوا شايفين كده. تنظيفه سهل كده مش صعب برضو. زي ما انت شايفة كده انا مبقطعوش خالص وانا بنضفه. طريقته سهلة مش صعبة. الناس اللي بتستصعب الطريقة بتاعته، لا طريقته سهلة مش صعبة خالص. زي ما انتوا شايفين كده اعمليه كده يعني ما تقصوش حتت صغيرة، وانتي مش هتلاقيه ان هو بياخد وقت معاكي ولا بيبقى صعب معاكي خالص. انا برضو عاملة فيديو كده وحاشياه برضو كده بنفس الطول دوت، ما قصتوش ولا حاجة. بحشيه بنفس الطول وبسلقه وبحمره. وبعد كده بقى تقطعيه زي ما انت عاوزة. بقى بعد ما تحشيه وتحمريه بتقطعي بقى زي ما انت عاوزة. زي ما انتوا شايفين كده شكله بعد ما اتعمل. انا هوريكم بقى الطريقة التانية اللي هي لو مش حابة ان انت تقلبيه او مش شايفة ان هو يستاهل ان هو يتقلب يعني رفيع قوي. فانا هوريكي برضو الطريقة التانية. وبرضو بننضفه وبنغسله، ومش هيبقى فيه ريحة اي زفارة، ومش هتحسي ان هو ما اتقلبش ولا اي حاجة خالص. دي الطريقة التانية، سهل مش صعب. الناس دايما بتقولي انت طولتي البال، انت بتعملي الممبار الضاني، لا ده بياخد وقت. لا لا انت عاوزة الحاجة وبتحبيها تعمليها وانت مش حاسة ان هي صعبة خالص، ولا تستصعبي اي حاجة خالص. نفسك في حاجة وبتحبيها وحاسة ان هي طعمها بيبقى حلو. بقى الناس اللي بتحب الممبار الضاني عارفة ان هو بيبقى طعمه يعني بعيد خالص عن الممبار التاني، بصراحة بيبقى ليه طعم حلو قوي. فاعمليه وجربيه. تفتحي كده
حته من فوق كده زي ما انتوا شايفين كده اهوت. انا مسكت حته كده من فوق ودخلت بقى الميه، بتبداي ان انت تنزلي الميه كده عليه. بص بيتنفخ ازاي زي ما انتوا شايفين كده. الطريقه ديت التانية اللي هي لو انت مش عاوزه تقلبيه، بيبدا يتنفخ كده معاكي زي ما انتوا شايفين بالميه. لو تعرفي تحطي سنه ملح كده من جوه وتنزليه بقى عليه الميه، وتبداي بقى ان انت تشديه، بينزل برضو اي حاجه فيه، ما بيبقاش فيه اي حاجه فيه خالص من جوه، ولا بيبقى فيه برضو ريحه. وبنغسله برضو غسله حلوه بملح وكمون وخل وليمون، بيبقى ما فيهوش اي ريحه خالص، ولا تحسي ان هو ما اتقلبش. انا وريتكم دلوقتي طريقتين زي ما انتم شايفين كده. بنحط بقى عليه ملح وكمون وخل كده وليمونه، ونبدا نسيبه كده 10 دقايق منقوع كده في الميه ديت، ونبدا نغسله بقى ونصفيه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك، ما تنسيش في الاشتراك، وعلى زر الجرس، دوسي على كلمه كل عشان تشوفي معايا كل حاجه حلوه وكل حاجه جديده. وعندي فيديو برضو ان انا عاملاه وحشاه وشكله كده جميل وتحفه جدا، اتفرجي عليه كده وشوفيه. تنسيش بقى في تعليق حلو كده منكم.